قولنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الرحمن الرحيم عليك الكتاب مصدقا لما بين الذين كفروا يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك تأمر الناس بأمر الله يهدي إننا لا يظلم والذين من قبلهم كذبوا قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا بغير ما ذلكم الذين اتقوا فلهم جنات ضريبة الوالدين بها وأولاد المطاعات والرضوان بالله والله بشير يقولون ربنا إننا آمنا بآياتنا ربنا وقنا عذاب النار الصابرين والصابرين والوالدين والمغفرين والمستغفرين وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين نصيبا من الكتاب تمسنا النار إلا أيام المعدودات والرب ما كان
من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتولج الحي في الميت وتخرج الحي من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله إلا أن تتقوا منكم ويعذبكم الأبصار ما في صدوركم أو تبدوه يعلم الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها أمدا فإنه يعذبكم الله ويتولى وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك قالت ومن الله قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء الملائكة وقائم يصلي بالمنام أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله سيدا ورسولا ونبيا من الصالحين كبر أمراتها آيتك ألا تكلم الناس يا رب واغفر ربك كثيرا وسبح العشي والإكرام يا مريم إن الله من اسم المسيح عيسى بن مريم إلى بالدنيا والآخرة من ألم ربي أن يكون لي ولد ولم يمسسني والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله ولا تتخذوا
بين يدي من التوراة ولأحل لكم هذا الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم واتقوا الله